السلام عليكم. أسهل وأسرع طريقة للعزومة، عزومة سهلة وبسيطة، أفكار بسيطة وأفكار مختلفة إن شاء الله تعجبك. عملنا إيه؟ عملنا مكرونة بالبشاميل، عملنا كمان صينية الرقاق الحلوة دي، وكمان عملنا الفراخ وملوخية خضراء. جبت طبعا يا حبايبي الفراخ بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، طبعا قطعتها ونقعتها، قطفت الملوخية وغسلتها، وهبدأ ان انا هعصج اللحمة. معانا طبعا كمية حلوة من البصل والفلفل وكمان شوية من الطماطم. حطيت معلقة من السمنة البلدي مع 3 معالق من الزيت، ونزلت بكمية بصل حلوة اهو. طبعا قطعته على ايدي اهو بسرعة كده، هحمره بالشكل ده كده اهو. وهنا كنت حاطه حله للمكرونه، طبعا عملت معاكم المكرونه بالبشاميل قبل كده، سهله وبسيطه. حطيت طبعا المكرونه مع معلقه كبيره من الملح، وهسيبها تتغلى، يعني ايه، تستوى 3/4 سلقه. هنا بقى يا حبايبي كمان كنت حطيت خلاص اللحمه مع البصل، هقلبها تقلبتين كده مع بعض، وهبدأ احط الفلفل، ده فلفل رومي على شطة. هقلب كل ده مع بعضه اهو، واحط له الملح والفلفل الاسود. هحط له كمان طماطمية مبشورة، بصراحة بتدي العصاج طعم حلو قوي للحمة. بدأت كمان هنا اعمل البشاميل اهو بالشكل ده كده. حطيت 3 معالق من السمنة البلدي، طبعا لو مش عندك ممكن تحطي زيت، ممكن تحطي زبدة وزيت المتاح عندك. وحطيت كوباية من الدقيق، حمرتهم كويس ونزلت باللبن. عندي كمان هنا معلقتين كبار من القشطة، بيدوا بصراحة طعم حلو للبشاميل. ودي كمان كوباية من سلق المكرونة، حطيت له ملح وفلفل، وكمان هحط له مكعب من مرقة الدجاج اهو، بصراحة بيديله طعم حلو. وخلصت هنا البشاميل، هبدأ بقى انزل بالمكرونة بتاعتي بعد ما اتسلقت 3/4 سلقة اهو، وهقلبه بالبشاميل. في الصينية عندي بقى هنزل كده بمعلقتين كبار من البشاميل، وهنزل بنص كمية المكرونة اهو بالشكل ده. بدأت بقى احط اللحمة اوزعها كده، بصراحة بتسهل لي في طريقة الفرد اهو بالشكل ده كده. هحط كمان بقى زيتون، ده اختياري بس بصراحة بيدي طعم حلو. نزلت بنص كمية المكرونة التاني اهو. هنا بقى كنت خلاص وزعت المكرونة، واحط البشاميل. الفراخ بتاعتي طبعا غسلتها بقى ونقعتها. حطيت بقى في الشوربة بصل، طماطم، ورق لوري، حبهان، فلفل اسود، ملح. ونزلت بالفراخ بتاعتي طبعا بعد ما غسلتها كويس ونقعتها حلو. هسلقها اهو بالشكل ده كده، الشكل ده كده. هنا برضو جبت بدنجان مخلل، قطعته بالشكل ده بعد طبعا ما يتغسل، وهقليه في الزيت. وده الرقاق بتاعي اهو، احطه في الصاج كده. شوية شوربة طبعا سخنين، ومعلقة من السمنة البلدي. هبدأ ان انا طبعا اهو هزق كده الرقاق بتاعي وهرصه في الصاج. عزومة سهلة وبسيطة، افكار مختلفة ان شاء الله تعجبك. رصيت اهو، هبدأ برضو اوزع اللحمة بتاعتي، شايفين. هبدأ ارص برضو تاني بعد ما قطعتها بقى يا حبايبي. بيضة، كوباية من اللبن، ملح وفلفل، ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. لو متوفر عندك، مش متوفر حطي كوباية من الشوربة، وبرضو ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هوزعهم كده
وأبدأ أدخلها الفرن. هنا بقى الفراخ بتاعتي حبايبي اتسلقت. في صينية عندي قطعت طماطم وفلفل وبصل، معلقة من الصلصة ملح وفلفل، معلقة من الزيت، توابل فراخ، ودهنتها بالشكل ده وهدخلها شويها. طبعا قليت هنا بقى البدنجان، فلفل وليمون بقى وتوم وحشيته. طبعا عملت له فيديو لوحده، ياريت ترجعوا له. عملته مسلوق وعملته كمان مقلي. هنا بقى كنت طلعت بقى يا حبايبي خلاص بقى المكرونه، وعملت البدنجان، وكمان عملت الملوخيه الخضراء. ايه رايكم بقى؟ في اسهل من العزومه دي؟ افكار مختلفة. يا رب تكون عجبتكم، ومتنسينيش في اللايك والشير وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويا رب فيديو النهاردة يكون عجبك، واسيبك في رعاية الله، واشوفك ان شاء الله فيديو جديد، واقولك ايه، السلام عليكم.